تشهد الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعا واضحا في أسعار الدواجن، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد بالتقسيط صباح الخميس ما بين 24 و 26 درهما، مقارنة بسعر لا يتجاوز 19 درهما في شهر شتنبر الماضي. وفقا لمهني القطاع، فإن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة أسعار الأعلاف وارتفاع تكلفة الكتاكيت، إلى جانب تأثيرات الطقس وزيادة الطلب على الدواجن نتيجة الغلاء المستمر في أسعار اللحوم الحمراء. مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أوضح أن أسعار الدواجن حاليا تتراوح بين 24 و 26 درهما للكيلوغرام، مشيرا إلى أن ذلك يعزى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الإنتاجية، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على لحوم الدواجن نتيجة إقبال المستهلكين عليها كبديل للحوم الحمراء. وأضاف المنتصر في تصريح خاص به الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن ضعف الإنتاجية بنسبة تصل إلى 20% يعود إلى برودة الطقس وانتشار الأمراض الموسمية، ما ساهم بدوره في ارتفاع الأسعار. كما لفت إلى أن تكاليف التدفئة لعبت دورا في زيادة المصاريف، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة التي شهدت ارتفاعا كبيرا، إلى جانب تضاعف سعر الكتاكيت 3 مرات خلال الأشهر الأخيرة. محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أشار إلى أن تكلفة الأعلاف المركبة بلغت حوالي 4.5 درهم للكيلوغرام، بينما وصل سعر الكتكوت إلى 14 درهما، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الدواجن. وأوضح أعبود أن الكتكوت بات يمثل 50% من تكلفة الإنتاج، مقارنة بنسبة 17% قبل بضعة أشهر، داعيا إلى اتخاذ تدابير لتقليل تكلفة الكتاكيت، مثل تشجيع الاستيراد. من جهته، كشف مجلس المنافسة في تقرير حديث عن وجود اختلالات في قطاع الأعلاف المركبة بالمغرب، مما ينعكس على أسعار الدواجن، إلى جانب ممارسات تحد من المنافسة الحرة. وبين التقرير أن بعض الشركات قامت بتعديل تدريجي للأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف، في حين فضل منتجو الكتاكيت الاعتماد على شركات الأعلاف المرتبطة بالمجموعات القابضة التي ينتمون إليها، ما قيد المنافسة في القطاع. كما أبرز التقرير أن قطاع الدواجن يضم أكثر من 7600 مزرعة لتربية دجاج اللحم، و900 مزرعة للديك الرومي، و252 مزرعة للدجاج البياض، بالإضافة إلى 60 وحدة لتربية الكتاكيت، و48 شركة متخصصة في إنتاج الأعلاف.